بتبدأ الحكاية من عند سيث، واللي بيصحى على صوت المنبه بتاعه بدري جدا. بعد ما بيفطر بيروح على الشغل بتاعه واللي كان في ملجأ حيوانات، ومن الواضح كده ان هو بيحب جدا الكلاب اللي هناك واللي كان بيهتم بيها وبيأكلها كل يوم. بعدها وهو راجع على البيت بتاعه في الباص بيلفت انتباهه بنت جميلة جدا كانت راكبة معاه، بيقرب منها على طول وبينده لها باسمها واللي كان اسمها هولي. بتستغرب جدا ان هو عارف اسمها وكمان هي ما شافتهوش قبل كده. بيشرح لها في الوقت ده ان هم كانوا مع بعض في المدرسة وان الكل كان عارفها لانها كانت مشهورة جدا وقتها. بيسألها اذا كانت هي كاتبة ولا لا، لكنها بتنكر ده وبتقول له ان هي شغالة في مطعم. بعد كلام بسيط بينهم بتنزل هي من الباص وهو حتى معرفش ياخد منها ميعاد ان هم يخرجوا سوا. في نفس اليوم بالليل بيفضل هو يدور عليها على السوشيال ميديا، واخيرا بيلاقي الاكونت بتاعها على الفيسبوك واللي بيتاكد منه وقتها ان هي مش مرتبطه. تاني يوم الصبح بيروح على شغله وبيسال فرد الامن اللي مسؤول عن المكان اللي هو شغال فيه واللي كان اسمه نيت، وبيساله عن ازاي يلفت انتباه بنت معجب بيها او يكسب حبها. نيت ساعتها بيتضايق جدا لان هم مش صحاب مقربين علشان يسالوا سؤال زي ده، ومع ذلك بيجاوبه وبيقول له اهم حاجه يعملها ان هو يكون واثق من نفسه. بعد كده في وسط الشغل بيلاحظ باب بيودي المكان مهجور في المكان اللي هو شغال فيه. لما بيخلص شغله وبيرجع على بيته بيرجع تاني يراقب الاكونت بتاعها ويبدا يكتب كل حاجه عن اللي هي بتحبه وبتكرهه، وكمان يكتب الاماكن اللي هي بتروح عليها. تاني يوم الصبح بيتدرب سيث على ان هو ازاي يتكلم معاها ويوصف لها ان هو معجب بيها، وبعد كده بيروح على المطعم اللي هي شغاله فيه واللي طبعا عرف عنوانه من الاكونت بتاعها. ولما جات له علشان تشوف هيطلب ايه بيفكرها سيث بنفسه للمره التانيه، لكنها برضه ما بتكونش فاكره ان هم درسوا مع بعض في نفس المدرسه. الموقف بيكون محرج، وكمان هو بيبدا ان هو يغازلها ويقول لها ان شعرها جميل جدا، وطبعا ده بيحرجها اكتر. بعد شويه بترجع له تاني علشان تشوف لو محتاج يطلب حاجه تانيه. بينتهز هو الفرصه وبيقول لها ان هو عازمها على حفله لمطربها المفضل، لكن هي بترفض رفض قاطع وبتقول له ان هي مرتبطه. ما بيصدقش طبعا كلامها لانه شايف على الاكونت بتاعها ان هي مش مرتبطه. بتتوتر جدا وبترمي له الشيك على الترابيزه وبتمشي. بالليل وبعد ما خلصت شغلها بتكون راجعه على البيت بتاعها، لكنها بتحس ان في حد بيراقبها، وبنعرف ان اللي بيراقبها ده مش حد تاني غير سيث. بتدخل هي على شقتها وبتكلم صاحبتها اللي موجوده معاها في نفس الشقه واللي اسمها كلير. بتحكي لها على الراجل الغريب اللي جالها في المطعم، وكمان بيجي لها مكالمه من اللي كان حبيبها وكان سكران وهو بيكلمها وبيقول لها انه محتاج يشوفها ضروري، لكنها بترفض الطلب ده تماما وبتنهي المكالمه. بعد كده بنشوفها وهي قاعده مع صاحبتها، وصاحبتها في الوقت ده كانت بتحاول تقنع فيها ان هي تسامح حبيبها وترجع له من جديد، لكن هولي بتقول لها ان هي مش هتقدر تسامحه على الخيانه ولا تقدر ترجع له. في اليوم اللي بعد كده هولي لما وصلت الشغل بتاعها لقت ورد وصل لها هناك، وده من غير توضيح للاسم او مين اللي باعت. بالليل هي بتروح للبار اللي شغال فيه إيريك اللي كان حبيبها، بيعتذر لها على المكالمه بتاعت امبارح، وهي بتقول له انه ما يبعت لهاش ورد تاني وما يتصلش بيها ابدا، لكنه بينفي تماما ان هو بعت لها ورد على شغلها وده بيصدمها. بيستغل طبعا إيريك ان هو يطلب منها ان هي ترجع له، لكن وقتها هي كانت متردده وده لانه خانها في الماضي. وفجاه سيث بيدخل على البار اللي هم فيه، بيقعد في مكان قريب منهم وده علشان يسمعهم. بتخرج هولي علشان تشم شويه هوا بره وبتكتب حاجه كده في ملاحظات معاها. بيقرب منها سيث وبيبدا كلام معاها وبيعرفها كده ان هو اللي بعت لها الورد على الشغل بتاعها. بتتعصب هولي عليه جدا وما بتكونش عارفه هو عاوز منها ايه. بيحاول يعبر لها عن مشاعره في الوقت ده لكنها ما بتستحملش منه اي كلام وبتضربه، ولما بيستمر في ان هو يضايقها إيريك بيضربه وبيطرده من المكان. بيفرح هو جدا لانه بيلاقي المذكرات بتاعتها واقعه بره، ولما بيرجع على بيته بيبدا ان هو يقرا في المذكرات بتاعتها دي وبيكتشف عنها اسرار كتيره جدا واللي منها حاجات كتيره جدا بتصدمه. في مكان تاني بقى هولي اكتشفت ان المذكرات بتاعتها مش معاها وده بيخليها قلقانه جدا وبتشتكي من اللي حصل ده لصاحبتها كلير. بعد كده سيث بيروح للاوضه اللي كان شايفها مهجوره في الاول وبيلاقي فتحه في الاوضه دي بتودي للبدروم تحت، وعلى مدار الايام اللي بعد كده بنشوفه وهو بيعمل قفص جوه في البدروم اللي شايفه ده. بمجرد ما بيخلص القفص ده بياخد مهدئ للكلاب يجربه على نفسه وده بيخليه ينام في نفس اللحظه. بعد كده بكذا يوم بنشوف هولي وهي راجعه من الشغل بتاعها، وبرضه للمره الثانيه بتحس ان في حد بيراقبها. بتخرج هولي حاجه كانت معاها في شنطتها وبترشها على وشه، لكننا بنعرف ان هو متشرد في الشارع وسيث بيراقب كل ده وهو واقف بعيد. بعد كده بوقت قصير بتوصل هولي على البيت بتاعها، وعلى طول كمان سيث بيقدر ان هو يدخل البيت من الشباك. هولي كانت في الحمام وقتها لما سمعت صوت بره وكانت فاكراه صاحبتها، ولما خرجت ما لقتش اي حد وبتروح هي على سريرها علشان تنام، لكن سيث بيكون في انتظارها. بيروح بعدها للمكان اللي هو شغال فيه وده علشان ياخد هولي في الاوضه المهجوره اللي عمل فيها الصندوق، لكنه بيلاقي فرد الامن بيساله عن ايه اللي جابه في الوقت ده، فبيقول له اي عذر وهو مستعجل ومتوتر بان المدير طلب منه ان هو ينقل الطلبيه دي في الوقت ده. بعد كده هولي بتفوق بتلاقي نفسها شبه عريانه ومحبوسه في القفص اللي هو عمله لها، وده بيوترها وبيخليها مرعوبه جدا، وبسبب توترها ده بتحاول تفك القفل اللي موجود على القفص ده، لكن ما بتستفادش اي حاجه غير ان ضفيرها بيتكسر. بتصرخ طبعا من الوجع ومن الرعب، لكن المكان اللي محبوسه فيه بيمنع اي حد
بيسمعها فوق. تاني يوم الصبح هو بيكون عندها في المكان اللي حبسها فيه، وبيكون جايب معاه حاجه علشان تستخدمها هي كحمام، لكنها بتفضل تشتم فيه كتير جدا، وبيقول لها انه بيعمل كل ده علشان مصلحتها، وبيخرج من غير ما يسيب لها اي اكل. بعدها بكذا يوم بنشوف هولي وهي حالتها صعبه جدا. بيدخل هو عليها وبيكون معاه اكل وميه، وقتها بتمسك هي في رجليه وبتتوسل ليه ان هو ما يخرجش، لكنه بيقول لها ان الوضع صعب عليه انه يشوفها في الحاله دي. بعد ما هو بيخرج عقلها بيبدا يلعب بيها، وبتشوف صاحبتها كلير مع انها لوحدها في الاوضه. كلير بتقول لها انه سيث هيقتلها، مفيش اي شك في ده، وكمان بتستفزها وتقول لها انه لو مكانها مش هتسمح لنفسها ان حياتها تنتهي على ايد واحد زي ده. في اليوم اللي بعد كده سيث بيكون عندها في الاوضه، وبيقول لها انه بيتمنى انه ما يوصلش لمرحله يضطر فيها ان هو يقتلها، وبرضه بيرجع يعيد نفس كلامه انه بيعمل ده علشان ينقذها، وهي ما بتكونش فاهمه هو هينقذها من ايه. سيث بيكون معتقد ان الشخصيه اللي قدامه من هولي دي هي متصنعاها، وان الحقيقه بتاعتها واللي جواها افضل بكتير من اللي ظاهر له. بيخرج سيث من عندها، بس بيلاقي وقتها نيت اللي هو فرد الامن مستنيه، ونيت بيساله بغضب ان هو راح للمنطقه اللي ممنوع حد يدخل فيها ولا لا، لكنه بينفي ده تماما وبيكمل شغله عادي. وبعد ما هو خرج من عندها، هولي بدات تتكلم تاني مع هلاوس عقلها وتشوف صاحبتها وتقول لها انه مفيش اي حاجه في ايديها غير ان هي تستنى وبس. تاني يوم الصبح بيرجع سيث على المكان اللي هي فيه ومعاه المذكرات بتاعتها. بتتهم وقتها انه مش بس خطفها، ده هو كمان حرامي، بيتجاهل اي حاجه بتقولها، وبيقول لها ان هو مشفق عليها جدا بعد ما عرف كل اللي موجود في المذكره دي. وبيسالها سؤال غريب جدا عن صاحبتها كلير، وده بيخليها مصدومه من السؤال، لكنه ما بيسيبهاش في الحيره دي كتير، وبيقول لها ان هو ساعات وهو داخل عليها بيسمعها وهي بتتكلم مع حد، وهو عارف ان هي لوحدها هنا، وانها بتغير صوتها في كل مره تتكلم بيها، وده كان بيرعبه في البدايه. وبيسالها اذا كانت كلير موجوده دلوقتي ولا لا. في نفس الوقت ده هي بتلمح كلير وراه على طول، لكنها بتنكر ان هي موجوده معاهم في نفس المكان. سيث بيقول لهولي وقتها انه كلير اصلا مش موجوده في الواقع، وان كل اللي هي فيه ده جزء من خيالها وبس. بنكتشف وقتها ان هولي كانت مخطوبه بإيريك، وحياتهم كانت هاديه جدا، لكن هدوءها ده ما استمرش كتير بسبب خيانه إيريك ليها، وكانت الخيانه مع اعز صديقتها اللي هي كلير. بيرجع الوقت فلاش باك علشان تفتكر هولي اليوم اللي كانت راجعه فيه هي وكلير وبتواجهها بالخيانه بتاعتها. كلير صاحبتها بتشرح لها برعب ان هم كانوا سكرانين في اليوم ده وحصل بينهم علاقه، لكن هولي بتكون متعصبه جدا وبتزود سرعه العربيه بتهور، وده بيكون نتيجته حادث عنيف جدا. الاتنين بينجوا من الحادثه دي، لكن هولي بتاخد قطعه ازاز وبتغرزها في عين كلير، وده بيخليها تموت في لحظتها. في الوقت ده سيث هو اللي كان بيحكي الفلاش باك اللي احنا شفناه، لكن هولي مصممه ان هي عندها هوايه الكتابه، وان ده كله من نسج خيالها. لكن سيث بيعرفها انه علشان كده ما راحش للشرطه على طول، وبدا يراقبها اكتر من مره، علشان وقتها نكتشف ان هولي اصلا قاتله متسلسله، وان سيث حضر اكتر من مره وهي بتقتل في الناس، وعلشان كده هو بيعترف لها انه حبسها علشان يحميها من نفسها، وانه لو فضلت بره هتفضل تقتل في الناس اكتر. هولي بتبان ان هي متاثره بالكلام اللي سيث عمال يقوله، وتطلب منه بيأس فعلا ان هو ينقذها. لكن بعد ما هو بيخرج بتظهر كلير مره تانية، وبتحييها على طريقه التمثيل بتاعتها، علشان نكتشف ان هي بتمثل عليه في كونها محتاجه ان هو ينقذها. تاني يوم بيجي لها وبيسالها انه ليه هي بدات تقتل في الناس بعد كلير، وليه ما وقفتش عند كلير وبس. بترد عليه هي بكل بساطه ان هي بتعمل ده علشان تقدر تعمل ده، وفجاه بتفضل تضرب راسها في الحديد اللي هي محبوسه فيه، وبتطلب منه ان هو يسيبها تمشي، وبتحذره ان هي لو قتلت نفسها هنا هو هيروح في داهيه، وده لان بصماته في كل حته في المكان. اللي هي قالته ده بيخلي سيث قلقان من اللي هي ممكن تقدر تعمله، وبيخرج بهدوء من المكان من غير ما يقول لها اي حاجه. بتستدعي الرئيسه بتاعته اللي شغال معاها، وبتقول له ان هو بيأثر في شغله وما بقاش بيعمله على اكمل وجه، وده تحذير والمره الجايه هيكون طرد. طبعا سيث بيكون قلقان جدا ان هو يترفض، وده بسبب ان هو مش هيقدر يعمل اي حاجه مع هولي بره المكان ده، فبيوعدها ان هو فعلا هيحافظ على شغله ومش هيأثر فيه تاني. في اليوم اللي بعد كده بيكون رايح لهولي من الاوضه اللي بيدخل منها، واللي بيلاحظه وقتها نيت اللي مسؤول عن الامن بيقرب منها ومش بيديلها غير اكل بسيط جدا، وده عقاب على اللي هي عملته في اليوم اللي قبله. ووقت ما كان خلاص هيخرج، هولي بتقرر ان هي تتلاعب بيه وبمشاعره، وتقوله ان هي حلمت الليله اللي فاتت ان هم عايشين مع بعض حياه حلوه جدا في بيت صغير على شط في مدينه هاديه، وانهم كانوا سعداء جدا، وهي حست ان دي الحياه اللي لازم تعيشها. اللي قالته فعلا بيأثر عليه، وبيقول لها ان هو خلاص موافق ان هو يجيب لها اكل من محل هي بتحبه، وبيخرج بعد كده من الاوضه اللي هي فيها. بعد ما هو بيخرج بيجي نيت اللي مسؤول عن الامن في المكان، وبيقرر ان هو يدخل نفس المكان اللي بيدخل منه سيث. نيت بيفتح الاوضه دي وبيدخل وبيلاقي المكان اللي يوصله للبدروم، ولما بينزل تحته وبيشوف هولي وهي محبوسه في القفص ده بيتصدم جدا من اللي هو شايفه. فرحت جدا ان هو دخل المكان ده، وفضلت تطلب منه ان هو يكسر القفل قبل ما هو يرجع. نيت بيحاول ان هو يكسر القفل ده لكن من غير اي فايده. وفي الوقت ده بيرجع سيث وهو معاه الاكل اللي وعدها بيه. بيتصدم ان نيت وصل للمكان ده وقدر ان هو يكشف السر اللي هو مخبيه، لكن المفاجاه والغريب في نفس الوقت ان هولي كانت شايفاه وما قالتش لنيت اللي هو وراه. والغريب اكتر ان هي بتشغل نيت عن ان هو ما يبصش وراه علشان ما يشوفهوش. وفي الوقت ده سيث بيضرب نيت على راسه، لكن الضربه دي مش بتاثر فيه وبيفضل نيت عايش. ساعتها هولي بتخليه يضربه بحاجه كبيره على راسه، وده علشان يقتله. بيكون متردد في الاول ان هو يعمل كده، لكن بعدها بيوافق وبيقتله فعلا. طبعا بيتصدم من اللي هو عمله ده، لكن هولي كانت عماله تهدي
فيه وبتقول له ازاي يتعامل ان هو يخفي الجثه. بيسمع كل كلامها وبيخلع اسنان الراجل الميت ده وبصماته من كل مكان علشان محدش يتعرف عليه، وبعدها بيقطع اجزاء منه، وده لانه كان جسمه تخين جدا فمش هينفع يدخل المحرقه، فبياخد اجزاء منه وبيديها للكلاب والباقي بيحطه في المحرقه، وبتدربه كمان على الكلام اللي هو هيقوله. فبيروح فعلا ينفذ الكلام ده وبيتصل برئيسه المكان ويقول لها ان نيت طلب منه ان هو يبقى مسؤول عن المكان بالليل لانه عنده مشوار. بعد كده بياخد الاسنان اللي خلعها منه وبيرميها في مكان بعيد، وده بناء على تعليمات هولي. بعد اللي حصل ده بيجيله شعور بالذنب مش عارف يتخطاه بسبب اللي عمله في نيت، لكن هولي بتقول له ببرود ان الموضوع هيبقى سهل جدا بعد كده، وانه مش محتاج يحس بالذنب اصلا لان دايما المره الاولى بتكون هي اصعب مره. بيصمم هو ويقول لها انها كانت مجرد حادثه وكان عايز ينقذهم مش عاوز يقتله، لكنها طبعا ما بتوافقش على كلامه لانها شايفه ان هم شبه بعض وانهم اتولدوا فعلا في الدنيا علشان يعملوا كده. بيجادلها طبعا في اللي هو بيقوله ان هو ما كانش قدامه اي اختيارات، وانه كان بيعمل كل ده اساسا علشان ينقذها هي من نفسها ان هي تقتل الناس. بعدها بيتوسل ليها ان هي فعلا تتغير، وده علشان يقدر يخرجها من هنا ويعيشوا سوا اللي باقي من عمرهم. في اللحظه دي تحديدا بتحاول هولي ان هي تغريه، لكن هو بيرفض محاولاتها دي تماما وما بيتاثرش باي حاجه، فهي على طول تتهمه ان هو مش بيحبها وانه بيعمل كده علشان هو مريض نفسي. بيصمم هو على انه بيحبها وبيعمل كل ده علشانها اصلا في الاساس، لكن هي بتفضل متضايقه من اللي حصل ده وهو بيخرج من المكان. في اليوم اللي بعد كده بتوصل الشرطه في المكان علشان تحقق في اختفاء نيت. بيستجوبوه طبعا لان هو الوحيد اللي شافه قبل ما يخرج من المكان ده. بيقول له انه في اليوم ده نيت جاله مكالمه واضطر ان هو يمشي وهو قاعد مكانه، وبرغم ان سيث كان ثابت وما كانش متوتر من اي حاجه الا ان الضابط ده حس ان في حاجه غلط في كلامه وفي كذا ثغره، وده لان ما كانش فيه في الكاميرات اي حاجه بتدل ان في حد خرج من المكان ده في الوقت اللي سيث بيقوله، وكمان ما فيش في سجل المكالمات بتاع نيت ان هو جاله مكالمه في الوقت اللي سيث بيقوله. لكن برضه هو بيفضل مصمم على كلامه وما بيغيرهوش وبيكون ثابت تماما ومش متوتر من اي حاجه. في نفس اليوم بيروح لها سيث علشان ياكلها، لكنها بترفض ان هي تاخد منه اي اكل وما بتتكلمش معاه تماما بسبب اللي حصل، وده بيستمر لكذا يوم بعد كده. ولما بيسالها عن اللي غيرها من ناحيته كده وهل هتفضل بالطريقه دي معاه ولا لا، بتقول له ان هي محتاجه منه دليل واحد على ان هو بيحبها، والاثبات او الدليل بالنسبه لها ان هو يقطع صابع من صوابعه. طبعا بيستغرب من اللي هي بتقوله ده وبيرفض رفض قاطع، وده بيخليها تتلاعب بيه للمره الثانيه وبمشاعره، وتقول له ان هي كانت فاكره انه في حد في النهايه حبها وانها هتكمل معاه حياتها وهتبطل اللي هي بتعمله ده. ووقت ما كان هو خارج من المكان بتقول له بنبره حزينه انه ما يرجع لهاش تاني ويسيبها تموت. بعد كده بنشوفه وهو بدأ عليه ان هو يتاثر بالكلام اللي هي قالته، وعلشان كده وبعد تفكير بيرجع لها تاني في البدروم وهو معاه سكينه، وبدأ ان هو يقطع صباعه وهو بيموت من الالم في وسط ما كانت هي بتراقبه بمتعه ومتلذذه جدا بتعبه. واول ما هو بيخلص بتقرب منه وبتاخد السكين اللي كان بيقطع بيه صباعه، وبتهدد ان هي هتقتل نفسها لو ما خرجهاش من القفص ده. بيفتح لها الباب لانه فعلا بيحبها وخايف ان هي تأذي نفسها. بتقرب هي منه وبتقول له ان هو فعلا انقذها وللسبب ده هي بتحبه، لكن فجأة بتضربه في رقبته بالسكينه اللي كانت في ايديها. وفي الوقت ده بنشوف صاحبتها اللي هي بتتخيلها دايما وهي بتفتح الباب. بعد كده بنشوف هولي لما رجعت لإيريك حبيبها اللي كان معاها، وبيكونوا عايشين مع بعض في سعاده ومفيش اي مشاكل بينهم. ولما هولي كانت بتحضر الفطار بنعرفه ان وقتها هي بقت كاتبه مشهوره جدا، وفي اللحظه دي موبايل إيريك بيوصل عليه رساله، ولما هولي بتشوف الرساله دي بتعرف ان هو رجع يخونها للمره الثانيه. بتبص هي للسكينه اللي كانت قصادها وبتفكر ان هي تقتله، لكنها بتقدر ان هي تعمل كنترول على نفسها وبتروح له في الاخر تديله الموبايل بتاعه. بعد كده بنشوف هولي وهي داخله مكان مهجور وبتقرب من قفص محبوس فيه حد، وبتقول له بكل هدوء ان هي كانت الصبح هتقتل إيريك حبيبها، لكنها قدرت ان هي تمسك نفسها وتعمل كنترول علشان هو جه في بالها. وفي اللحظه دي بنعرف ان اللي في القفص ده هو سيث، واللي وشه بقى مشوه جدا وما بقاش قادر حتى يتكلم او يشوف. ومن الواضح فعلا ان هولي بدات ان هي توقف قتل للناس، وبدل ما كانت بتقتل الناس وبتطلع طاقه الغضب اللي جواها عليهم بدات تطلعها على سيث نفسه. في النهايه فعلا سيث بيقدر ان هو ينقذ هولي من نفسها، لكن دفع الثمن غالي جدا وهي حريته وحياته كلها.